التعريف بمختلف المؤلفات التي تنشر على الصحة الفكرية، ومن بينها كتابنا الثالث الذي صدر السنة الماضية، والمقصود به مجتمع المغرب الأوسط في دوامة الحرب خلال القرنين السابع التاسع للهجرة الموافق للثالث عشر والخامس عشر للميلاد، أي فترة الدولة الزينية. معروف أن هذه الدولة تعتبر من أبرز الدول التي قامت بالجزائر خلال العصر الوسيط. الدولة هذه تأسست سنة 1235 للميلاد الموافق ل 633 للهجرة على يد الفارس يغمراسن بن زيان العبد الوادي الزناتي. الدولة هذه كانت عاصمتها بتلمسان، عمرت لأكثر من 3 قرون من الزمن. كانت لها بصمتها الحضارية في تاريخ الجزائر الوسيط. الدولة هذه شخصيا أنا أعتبرها مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر عبر العصور، بحكم الظروف الصعبة التي عاشتها والصراع العسكري المرير الذي خاضته ضد الدول التي كانت لها أطماع أو التي كانت تسعى للقضاء عليها. جدير بالذكر أن الدولة الموحدية عقب انهزامها في معركة حسن الوقا سنة 1212 للميلاد انقسمت إلى 4 دول: دولة بني الأحمر في جنوب الأندلس عاصمتها غرناطة، دولة بني حفص بالمغرب الأدنى بتونس، ودولة بني عبد الواد أو بني زيان بالمغرب الأوسط الجزائر وعاصمتها تلمسان، ودولة بني مرين بالمغرب الأقصى. الأوضاع السياسية خلال هذه الفترة أي ابتداء من الثلث الثاني من القرن السابع للهجرة 13 للميلاد شهدت العديد من المواجهات العسكرية والحروب، وقد تطرقت لذلك بالتفصيل في كتابي الذي صدر سنة 2020 بعنوان جيش الدولة الزينية، أين حاولت أن أقدم فيه بعض المعطيات الإحصائية وتوصلت فيه إلى أن دولة بني زيان بالمغرب الأوسط خاضت أكثر من 192 مواجهة عسكرية طيلة أكثر من قرنين من الزمن. هذا فقط في حدود ما ذكرته لنا المصادر. أما في كتابنا هذا فحاولت التطرق إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لها مجتمع الدولة الزينية خلال هذه الفترة، وقسمته إلى قسمين أو فصلين. الفصل الأول خصصت فيه بالحديث عن الانعكاسات الاقتصادية، تطرقت فيه إلى مجموعة من الجوانب أو العناصر، ولعل من أبرزها ما يسمى في التاريخ العسكري بالحصار، والذي يعتبر من أبرز المظاهر التي تشهدها الحروب. فالمدن
المدن التابعة للدولة الزيانية حسب الإحصائيات أو المعطيات الرقمية التي استقيتها من المصادر حصلت تقريبا 56 حالة حصار، لعل تلمسان حظيت بأكبر عدد وهي يعني 10 مرات، أي أن تلمسان عاصمة الدولة الزيانية حصلت 10 مرات. لعل أطول وأبشع حصار ذلك الذي كان والمسمى في المصادر التاريخية بالحصار الطويل، والذي كان من 698 للهجرة إلى غاية 607 للهجرة، بالميلادي 1298 1307. حصلت تلمسان حوالي 8 سنوات و3 أشهر، عانت فيها الساكنة من أشد صنوف المعاناة من مجاعات وتحتيل. يحيى بن خلدون وعبد الرحمن بن خلدون قدم لنا بعض الأرقام حول عدد القتلى خلال هذا الحصار. لدينا رقم 20,000 قتيل، وهو آنذاك رقم جد كبير بالمقارنة مع التطور الديموغرافي للمدن في العصر الوسيط. خلال هذا الحصار أرصدت لنا بعض المصادر التاريخية يوميات الساكنة في هذا الحصار والأزمة الغذائية التي تعرضوا لها، ورصدت لنا الأسعار الجنونية التي وصلت لها يعني بعض المواد الغذائية، باعتبار أن الجيش الماريني كان محاصرا لتلمسان، لكن على العموم الحصار هذا كان فاشل. لم تقتحم تلمسان، وانتهى بقتل السلطان الماريني يوسف بن يعقوب. والجانب هذا يمكن إدراجه تحت ما يسمى بالأنثروبولوجيا التاريخية، لأن التاريخ ليس فقط جوانب سياسية وعسكرية فقط، وإنما له المجتمع له نصيب، والإنسان له نصيب في مختلف جوانب حياته، وهو ما تسعى له الأنثروبولوجيا التاريخية، والذي يعتبر التاريخ الاجتماعي من أبرز جوانبه. من بين العناصر أيضا التي تطرقت لها في هذا الكتاب أيضا قضية النهب، لأن الحروب أو المعارك فيها منتصر وفيها منهزم، فالمنهزم سيكون عرضة لمختلف صنوف النهب، نهب المتاع أولا، ثم يتعدى في مرحلة ثانية إلى التعدي على الإنسان فيما يصطلح عليه بالأسر والسبي، سبي النساء حتى الأطفال واستغلالهم. فمن المؤكد أن مجتمع الدولة الزيانية طيلة قرنين من الزمن عانى كثيرا من قضية الاسترقاق، قضية الأسر، قضية السبي، كانت لها انعكاسات على ذهنية المجتمع. أما في الفصل الثاني تطرق فيه إلى ما يسمى تاريخ الدينيات أو المشاعر والأحاسيس التي تختلج نفوس المجتمع في مرحلة الحرب. تطرق فيها مثلا إلى الخوف، قضية الخوف، لأن عندما نتحدث عن الحرب نتحدث أيضا عن الخوف، كوسيلة أو
بديل للتخفيف من هذه الوضع، نجد حضورا قويا للتصوف. التصوف أو يعني ظاهرة الأولياء الصالحين الذين كان لهم حضور كبير جدا في وظيفة يعني يمكن تشبيهها وظيفة لطمأنة المجتمع وتخفيف من أزماته. ولدينا مثلا العديد من الكتب التي سردت لنا عشرات بل مئات من سير المتصوفة. على أبرزها كتاب البستان لابن مريم المديوني التلمساني، وكتاب التشوف لرجال التصوف، وكتاب مناهج شرح الأشرف، وغيرهم من المصادر التي تسمى بمصادر المنابر والتصوف. تحدث أيضا عن الحرب والادخار، لأن حالات الحصار التي كانت تشهدها مدن الأنهار الأوسط قد يعني حتمت على الإنسان أن يتخذ بعض التدابير حتى يؤمن غذاءه في حالة الحصار. فترسخت في ذهنيته ذهنية الادخار، وانتشرت يعني ما يسمى يعني بالمضمورة التي تخزن فيها الحبوب، بدليل أن هذه التدابير لا زالت منتشرة حتى الزمن الراهن، لأن يعني التاريخ الاجتماعي يتميز أو يتسم يعني استمراريته وتجاوزه للزمن السياسي القصير نسبيا. قضية الأسرة، قضية الأطفال اليتامى في حالة الحرب، قضية الحملات العسكرية الطويلة وأثرها على الأسرة، كما أيضا في العنصر الأخير تطرقت إلى النخبة والحرب، أي العلماء ومختلف يعني مواقفهم من الحرب والتجارب التي خاضوها. في هذه الفترة لعل أبرز تجربة هي تجربة عبد الرحمن بن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي، لأن مقدمة عبد الرحمن بن خلدون عاش خلال هذه الفترة، وكتب مقدمته في الجزائر في قلعة بني سلامة، والكثير من آراء المقدمة التي قدمها ابن خلدون يعني مستقاة من تجربة شخصية ومن يعني تجربته الطويلة التي قضاها في المغرب الأوسط، في بسكرة، بجاية، تلمسان، قلعة بني سلامة، قبل أن يعني يعبر إلى الأندلس ثم ينتقل إلى مصر ويتوفى بها. فرصدت يعني كيف نظر ابن خلدون لقضية الحرب، وكيف نظر لما سماه ب يعني اقتصاد الغزو والمغازي و يعني القبائل البدوية وصراعها مع الخضر، وقضية الضرائب كيف تفرضها الدولة، والمشاكل التي قامت آنذاك خلال القرن الرابع عشر، وغيرها من التفاصيل يعني المكتوبة في ثنايا الكتاب. طبعا الكتاب هذا اعتمد أو أنجز بالاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع والمقالات ذات الصلة بالموضوع. هذا باختصار يعني ما جاء أو ما ورد في كتاب مجتمع المغرب الأوسط في دوامة الحرب. شكرا. نعم أستاذ. أنا الحق سمعت تالي يجذبني أصلا مشكور المكتبة كما العادة دائما كما حنا نقولوا دير يعني نشاطات